السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وتكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم السفنج ولا الخفاف، يعني كل واحد كيفاش يسميه. وصفه رائعه وناجحه 100%، يعني من اول تجربه لك راح ينجح لك الخفاف ديالك ويجيك ما شاء الله. اذا حبيتي يعني تعلمي كيفاش ديريه معك الا تشوفي لا فيديو من الاول للاخر، وبربي ان شاء الله يعني راح تعجبك الوصفه. اذا كنتي اول مره تشوفي دي فيديو ما تنسايش ديري اشتراك في القناه ولايك، يعني باش تدعموني اكثر واكثر. اذا بلا ما نطول عليكم ايوا معايا نشوفوا المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفه. اذا انا هنايا واش عندي قيس كيلو تاع فرينه. فوالا انتي يعني ديري قيس افراد العائله ديالك. انا درت هنايا قيس كيلو، مع كيلو فرينه ندلها مغرف كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره يعني تكون معمره. فوالا هاليك ملعقه معمره. واش نزيد ايضا مع الملعقه تاع الخميره نزيد لها مغرف تاع سكر كبيره ايضا، يعني باش تساعد الخميره ديالي باش دير الدور ديالها وتخمر لكم ويجيكم السفنج تاعكم فشفش الله الله. خلطوا هنايا هاليك. وهنا نزيدو الملح ديالنا هاليك. الملح يعني حسب الذوق. ونلم العجينه تاعنا بالماء دافي. الماء لازم يكون دافي هكا، يعني باش الخميره تاعك دير الدور ديالها وتخمر سورتو يعني في فصل الشتاء. ولازم يعني ديريها في مكان دافي. ونلموا العجينه ديالنا. انا هنا راني لميت كامل العجينه ديالي كما راكم تشوفوا. شوفوا القوام ديالها هايليك، يعني وندلكها شويه فقط، يعني ما تدلكوهاش بزاف. كي نهبطها هنايا فوالا، يعني باش تجيكم سهله. نحي كامل العجينه هذيك اللي تكون في الجفنه ديالي، يعني ما نفسدوش العجين. فوالا نحطو بجنب وندلكوها. بعد ما دلكتها نحطها يعني في اناء. باش نخيدك شويه هكا يعني باش تجيك سهله في الفوت. شوفوا عليك نحطها في اناء. فوالا ونخليها تخمر في حمام مائي. نخليها تخمر ومن بعد ان شاء الله نعاود نولي لكم. شوفوا العجينه تاعي بعد ما خمرت. شوفوا القوام تاعها. دوكا انا هنا واش ندير، نهبط لها كامل الخموريه، يعني نهبط العجينه ديالي توجو باستعمال الماء، يعني باش يعاونك، يعني باش ما تلصقلكش العجينه في يدك. هايديك فوالا. شوفوا كيفاش خمرت لي. واش ندير دركا، نهبط لها الخموريه، يعني دائما باستعمال الماء وهكا يعني للداخل. فوالا ماشي حاجه صعيبه، يعني غير تسر يدك عليها تولي تجيك سهله. شوفوا هذيك دخلي يدك بهذا الشكل وهبطي لها العجينه، يعني تصري لها هذيك الخميره. فوالا انا هنا راني هبطت لها كامل، كسرت لها كامل هذيك الخميره. واش ندير دركا، نعاود نغطيها ونخليها تخمر للمره الثانيه. العجينه ديالي هنايا راهي خمرت لي المره الثانيه كما راكم تلاحظوا. نعاود نكسر لها الخميره ديالها
يعني ما تكسروهاش كاع، غير شويه فقط كيما راكم تلاحظوا. دائما باستعمال الماء هكا يعني باش تجيك سهله. شوف راح يجيكم اسفنج هايل ما شاء الله. فوالا هايديك. دوكا انا نبدا نطيبها ديريكتومون. واش ندير هنايا دائما باستعمال الماء، شمخي يدك شويه بالماء وحكمي كره هكا صغيره. دائما نبدا يعني صغري الكره يعني باش تجيك سهله، وبداي تحلي فيها بهذا الشكل. حليها كامل يعني الماء راح يساعدك بزاف. هاي ليك هاي ليك شوفي ها، وبداي تحلي فيها. ها الماء يعني يعاونك بزاف باش تفتحي العجينه ديالك. معليش يعني ماشي شرط من الضربه الاولى يعني تجيبيها مدوره. هاي ليك ونديرها مباشره يعني تنقله. هاي لك الحبه ديالي راني حطيتها هنايا في المقله. غير تشوفوها بدات تنفخ رموا عليها الزيت هكا. يعني هنايا ما لقيتش كيفاش نصور كيفاش يعني المقله فيه يجيه والعجين فيه يجيه. مع البرا هذاك مش عندي، سماني حكمه التليفون بيدي. فوالا هايديك الحبه عن قرب. صدقيني يعني ديري هذا الوصفه وراح يجيك السفنج تاعك هايل ما شاء الله. هايديك ها نخليها يعني تاخذ اللون الذهبي ومن بعد نحيها. هايليك يعني السفنج على طريقة الزمان. نكمل كامل نطيب الحبة ديالي يعني باش تشوفوها كامل كل الخطوات هكا. ما نحيكم حتى ما نضيع لكم يعني حتى دقيقة، باش اللي جامي يعني سياتو تعرف كيفاش ديروا يعني من الاول للتالي. نتمنى يعني تعجبكم الطريقه. هاي ليك بدات تاخذ اللون الذهبي تاعها. شوفوا يعني راهي شهي ما شاء الله. انا نحيها ونزيد معكم الحبه الثانيه. انا راح نزيد لكم الحبه الثانيه. شوف كيفاش يعني حليها بيان، ما تخليهاش خشينه هكا باش ما يجيكش السفنج ديالك معجن. شوف كيفاش تحليها. شوفوا السمك تاعها، ومن بعد حطيها ديريكتومون في المقله. فوالا الطريقه وارمي عليها الزيت. دونك انا نكمل نقلي كامل السفنج ديالي، ومن بعد ان شاء الله نوريهولكم في صحن التقديم. اذا هاوليك السفنج ديالي بعد ما طاب هاني طيبته كامل. شوفوا يعني الشكل تاعو راهي شاهي ما شاء الله، وصدقوني يعني وصفه وناجحه 100%. يعني ما تراطيوش وتستحق التجربه. شوفوا نقسم لكم حبه يعني هنايا كيفاش عامل. شوفوا كيفاش مفشفش من الداخل، يعني راه ما شاء الله. شوفوا ها شوفوا خفيف يعني خفيف بزاف هايل. ها ومام يعني ما رفد لكم ما يرفدش بزاف الزيت، وماشي هذاك يعني اللي يرفد الزيت ويجيك شغل ثقيل في الماكله. ما رفدليش كامل الزيت، يعني كميه الزيت اللي درتها في المقله بقات هي ما رفدش الزيت. هاي ليك شغها
نقرب لكم يعني الحبه يعني باش تشوفوها باللي ما رفدتش الزيت من الداخل. ها ان شاء الله برك تكون تبان. ها ما رفدليش الزيت وجا يعني بزاف خفيف. نتمنى يعني تجربوها وتقولوا لي الراي تاعكم بكل صراحه. وبهذا انا نكون وصلت لاخر لا فيديو ديالي. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم وتهلاو في ولادكم. وانتي اذا كنتي اول مره تشوفي لي فيديو ديالي ما عليك الا تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس هكذا باش يوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.